لما انا احط لك الالفاظ دي وتسمعها، كيف سمح مقدم البرامج المدعو احمد شوبير بظهور مثل هذه الالفاظ على الشاشة والجماهير سمعتها، وبالتالي يشطب ويحرم طول العمر من الظهور، وهيكون معاهم حق على فكرة، لان دي الفاظ ما تطلعش، لكن في الاستاد تطلع، في الملعب تطلع وتتقال وتتنغم ويترقص عليها. دي لائحتك. لكن تعالى شوف بقى البند الاخراني. طب عايز اقول لك حاجه، ما هو النهارده لو لعيب، خلي بالك بقى، امام عاشور خرج عن النص رايح للجمهور وراح رادد، ده في ليله قابلوه كلموه شطبوه. ليه؟ لانه خرج عن النص. لكن لما الالاف المؤلفه تخرج عن النص بالشكل ده بنحبوه. والله العظيم ثلاثة ده اللي بيحصل بالظبط. خلي بال حضراتكم، الناس المسؤولة دي قبل ما تتولى المسؤولية، لما كنت بتكلم معاهم كده في لوائح وقصص كنت ببقى مبهور. لكن بينيمونا ننا في الفانلة. وبعدين انت اتجننت يا شوبير؟ انت عايز لائحه تطبق على الزمالك؟ مفيش يا باشا لائحه مكتوبه كده. سباب جماعه من الجمهور كله، ايقاف الجمهور ما عدا جمهور الزمالك. ليه؟ شتيمتهم تاج على رؤوسنا يا جماعه. سباب الزمالك ده بالنسبه لنا ما شاء الله نستخدمه سماد عضوي، سماد عضوي وطلع الفاكهه. كنا زي الفاكهه بس الزمن هلكها. سيعاقب الجمهور الذي حضر في استاد القاهره من جمهور الاهلي في الدرجة الثالثة، اللي هو تقريبا 13,000 مشجع، بعدم حضور اللقاء المقبل. العدد ده نفسه مش هيبقى متاح ليه أن يحضر المواجهة المقبلة للأهلي، اللي هي أي مواجهة، مش بس اللي على أرضه، أي مواجهة اللي هي حرس الحدود. ماشي؟ ليه؟ بسبب السباب الجماعي. أدي أول حاجة. على الجانب الآخر سيعاقب الزمالك سيعاقب بالحرمان من الجمهور لمباراتين القادمتين، زد وإمبي. ليه؟ بسبب تكرار السباب الجماعي. عوقب الزمالك مرة عدد من الجمهور، عوقب الزمالك مرة تانية عدد من الجمهور، عوقب عدد من جمهور الزمالك مرة ثالثة استثنائية فتحت، أو مدة الفترة بتاعت السماح بدل ما تبقوا 2 والثالثة حرمان النادي من الجمهور بقت 3 والرابعة. ادي الرابعة بقى، الزمالك سيحرم من جمهوره في مواجهات او مواجهتي الجولة 16 و17. كده ماتشين الزمالك اللي جايين مع زد وانبي وما لهمش اي لازمه، احرمهم من الجمهور. مش فارقه طالما عدوا بيراميدز والاهلي بالسلام، مش فارقه بقى يتغلبوا من جد يتغلبوا من انبي واي حاجه في اي حاجه. لائحه النهارده في الفسكونيا، لائحه دي تبقى خالتي. واحنا لغيناه، هقول لك خلاص ابقى اعمل كل ماتش غرامه 100 في 200 في 300، ما حدش بيدفع حاجه اصلا، عشان بس تبقوا عارفين يعني. او حضرتك قول بقى ايه يا جماعه، ايه خليها ابقى حط لي في اللائحه الشتيمه المسموح بيها، يعني يا ابن كذا تمشي، لكن يا ابن كذا ما تمشيش. حلوه، اصل دي ما كانش قصده حاجه. ماشي حلو خلاص. يا اما يبقى عندك الشجاعه وتطبق لائحتك على الجميع، على الجميع مش على واحد بس. انا في انتظار القرارات. اذا طلعت القرارات النهارده هقول لك اهلا وسهلا. هو دلوقتي بيقول لك ايه، هنطلعها بكره. ليه بكره؟ قال لك اصل 48 ساعه بعد اخر مباراه. في امور يا فندم ما فيهاش 48 ساعه، في امور بعد المباراه مباشره بتصدر القرارات. انا بقول لك طبق اللوائح على النادي الاهلي، على جمهور الاهلي. عندما يخطئ طبق اللوائح. ده هو ما بيطبقش اللوائح غير على جمهور النادي الاهلي. ده جمهور الزمالك لو شتم الماتش اللي جاي هيقول لك عاجل ايقاف جمهور الاهلي 40 ماتش. يا ابني الزمالك اللي هنعاقب جمهور الاهلي برضه. انسى يا زميل، اتاكد ان مدينا لايك متين الفيديو، مش في القناه، مجرد فعل كل شيء على مكان. لايكات ولا ما نشوف عايز اسمعك ايه. ان احنا نشتم امام عاشور سباب جماعي او شتيمه جماعيه
ولكن تعالى اقول لك كامون هير، تعالى اقول لك اوعى تفتكر ايام شيكابالا لما كان بيتم سبابه بال30,000 وال40,000 ان انت ساعتها كنت شاطر، وساعتها كنت موافق، وساعتها ما حدش ودى لجنه الانضباط، وكنت مستاء جدا من رد فعل اللاعب، وكنت بتقول ساعتها مش مهم الجمهور يقول ايه، الجمهور يقول اللي هو عايزه، يشتم بالام، يشتم بالاب، يسب، يعمل اللي هو عايزه، لكن اللاعب لازم يكون منضبط. ده كان الكلام تمام. لكن لو انت ضد اللي بيحصل مع امام عاشور، لابد انت نفسك تكون ضد اللي بيحصل مع شيكابالا، اللي بيحصل مع اي لاعب، تكون ضد السباب، ضد الشتيمه، ضد الشتيمه للام والاب، اي حد، اي لعيب. لا يصح ان اللاعب يكون ليه رد فعل، ولا يليق ولا يصح ان اي جمهور يسب اي لاعب. انت جاي تشجع فرقتك، جاي تشجع لعيبتك. انت يا جدع انت وامام عاشور رفع الجزمه في وش جمهور الزمالك، ولا قلع لهم مالته وعمل كده، ولا راح قاعد يقول ابطال العالمين يا معرضين؟ انت يا جدع انت ايه دخل شيكابالا في الموضوع؟ ولا هي الشنطه فيها كتاب دين؟ مش عارف يحصل فيها ايه وعيال يحصل فيهم ايه وهكذا. هل هتبقى مبسوط؟ ولا اول ما جمهور النادي الاهلي، وده طبعا بنرفضه وما بنناديش بيه، لكن اذا خلى المعامله بالمثل، انت هنا حضرتك هتبقى اسد عليا. ما حضرتك قول لي، يعني انت حضرتك حطيت لائحه وانا قلت لك هنا من كام يوم، قلت لك الغيها. طالما مش قادر تطبق حاجه انت اقرتها، الغيها. تحطها ليه؟ بتحطها في لائحه ليه وعامل عنتر ليه؟ طالما انت مش قد العنتره لا تتعنتر. انا بقول لك اهو تاني، بقول لك اهو، يعني بأرجو من حضرتك انك تلغيها، لانك مش هتطبقها. لانك كده اذا كنا عايزين نقر شوية احترام في المدرجات، فانت اول من يكسر قاعدة الاحترام. الامر بسيط. طلع لي بيان بقى واعمل اللي انت عايزه، وانا اتعودت، والله العظيم اتعودت. خلاص القصة بالنسبة لي بقت متعودة دايما. هو انت كده انت مش اهلاوي يبقى تتعاقب وانت ساكت؟ خلاص احنا بنعي اهلاوي هنعاقبه. لو انت اي حاجه تانية عايز انت اهلاوي هتتروق بقى. جيب منين صلصه تكفي كل الكوشه اللي احنا فيها دي؟ المراقب الراجل ما بيسجلش الحاجات دي؟ هل بيسجل ولا يؤخذ بتقريره؟ هل بيسجل ويلغى تقريره؟ هل في حد مستثنى انه من حقه يتجاوز كل هذه التجاوزات والعيب في السمعة والعرض والأسرة ولا يعاقب؟ أعتقد المسألة زادت عن الحد وتكررت كتير ومفيش قرار للأسف، رغم وجود اللائحة ووضوحها. في قرار انك بتغير اللائحة، مش بتعاقب المخطئ. القرار بيبقى دائما تغيير اللائحة، فعدلوها عشان يحولوها الى ان الجمهور بس اللي موجود في الملعب هو اللي تعاقب. أنا مستني تعديل على التعديل عشان المرة دي لو ذكر، إذا كان هيذكر هذا الخطأ المتكرر واستهداف لعيبة الأهلي عشان يخرجوهم عن صوابهم. وأنا عايز أعرف يعني لو العكس بيحصل ماذا كان قرار لجنة رابطة الأندية؟ ده ناقص يكرموا جمهور الزمالك على شتيمتهم لامام عاشور، وعملوا فيديو النهارده اتريقوا فيه في الربط على احمد رضا هاشم. ولا طه بتاع مسابقاتها عايزه تسامع شتاين جول الزمالك يقول لك يا باشا ده بيقولوا مولاي اني ببابك قد بسطت يدي. ما حدش شتم امام عاشور. الاعراض وسط فرحه وسعاده من المسؤولين. والله والله يا مراقب ما تكتبش، يا مخرج ما تذاعش، يا حكم ما تدونش. فتيجي تستنى العقوبات اللي هي بقى ايه يوم الاثنين. فين العقوبات؟ ما شفناش. عارفين اغنية وردة؟ ده في ليلة قابلوه كلموه سألوه قال ما عرفوش، ما قابلتوش، ما كلمتوش. هو ده اللي بيحصل بالظبط. وانا اللي كنت متفائل خيرا جدا الحقيقة، لكنه يبدو انه لابد من استرضاء البعض حتى توقع العقوبات على البعض. اوعى تيجي ناحية ده، ممنوع. ليه يا عم؟
اخطأ فين؟ شوف اللائحة اللي انت اللي حاططها، هل اخطأ بلوائحك بنص لوائحك ولا لا؟ ما هو حاطين اللائحه بس انت ما رضيتش كاتبين باستثناء نادي الزمالك، لا طبق على الدنيا كلها باستثناء اللائحه دي معموله احنا بس. اي حد يغلط عادي، احنا بس اللي نغلط هنتنفخ. الشطب يشطبوه، ده في ليله قابلوه كلموه شطبوه، ولكنه الناس قالوا شطب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل معنى الشطب ايه؟ قالوا طب اوقفوه. طب نوقفه كم ماتش؟ قال لك ايه اقصى حاجه موجوده؟ قال لك 12 مباراه. يا نهار ابيض، 12 مباراه عشان قال جابوا الجون صح؟ انا مش هقدر اقول اللفظ لانه هو نفس المعنى بس ماشي. فلجنه سلمت لجنه، في الاخر ال 12 مباراه بقوا 6 مباريات. طبعا كهربا كان طاير، فطبعا همدوه. كانت لوائح، فاشتغلوا على اللوائح، اشتغلوا على المبادئ، واللعيب اللي هو كان ساعتها في المنتخب واساسي والقصه و بدات يعني تخلص عليه. انا ما بقولش كلام من عندي، انا بقول من خلال وثائق. وحصل انه في لعيب اسمه امام عاشور، هذا اللاعب كان يلعب في نادي الزمالك. حفلات بقى وسباب وتطاول، وانا بقول بالفم المليان باقزع الالفاظ. عادي امام يشتم عادي باقزع الالفاظ باروع الالفاظ، احنا ما بنتنفضش غير ما شيكابالا يشتم، لكن اي حد تاني نسيت. ردوا انتوا على الناس في التعليق عشان اتخانقت. تنزل يا عم اتاكد ان مدينا لايك ما تيجي فيديو، مشترك في قناه، ما جرس، فان كل شيء عارف في كل مكان، واستنونا فيديوهات كتير ضرب نار. سلام.